فتم الجنة. يبقى الجنة تحت رجلين امك. يا من لا زالت امك باقية فالزم قدميها فتم الجنة، سيأتي يوم ولن تراها. قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والداه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. فقال ابن عباس: والله لا أعلم عملا أحب إلى الله من بر الوالدة. مشتاق الغلاك والغلا قلبي عطاك، يما من سواك ولا أبد غيرك يمون، شوفتك تسوى كثير والله إني لك أسير، حبك بقلبي كبير. فقال ابن عباس: والله لا أعلم عملا أحب إلى الله من بر الوالدة. أخي الحبيب، فكر في أمك، ماذا صنعت لها؟ وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. ثم بدأ جل وعلا بالأم فقال: حملته أمه كرها ووضعته كرها. وهذا يعني أن الأم لها ما ليس للوالد، ودل عليه حديث: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. ومن الأخذ بهدي الله أن تجعل فارقا يسيرا في البر، لا تنقص من قدر برك لأبيك، لكن أكمل لأمك برها حتى تكون عبدا يفقه عن الله جل وعلا كلامه. كم عانت من أجلك وكم كابدت في محبتك وهي تردد دوما بالدعاء لك، لعل الله أن يقر عينها بك. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. قالت لك أمك: أريد المستشفى. لا تداوم غدا، لا تذهب للعمل، تخسر أموال، اخسر أموال، لأجل أمي أضحي بالدنيا بأجمعها. إنها أمي التي أعطتني كل حياتها. من الناس من يقدم زوجته على أمه. الزوجة تكرم والزوجة تصان، وخيركم خيركم لأهله، لكن الأم تقدم. من الناس من يقدم أولاده على أمه وأبيه. وأنت جاي لأمي وأمك وأنا جاي لأمي وأمك. تخيلوا أنت تدخل الباب تتذكر قول الله عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. أبغاك تفكر في المشاعر اللي ذكرها الله عز وجل. جمع الله في قلبك نوعين من المشاعر مستحيل تجتمع في تعاملك مع أي أحد حتى رب العالمين سبحانه. مستحيل تجتمع. أنا أذل لمن هو أعظم مني وأخاف منه، صح؟ لكن ما أرحمه. احمدوا ربكم إن عندكم أمهات وآباء فتداركوا الوضع الآن قبل ما يموتون. كيف أبر كلمة واحدة: اللزوم، أن تلزمها. فاللي عنده أم الحين نصيحة: اترك اللي عندك كله، لحق عليها، اقعد عند رجلها، قبل هالرجل، ترى هذا جنة توصل فيها الجنة. اقعد انت تسابق مع اخوانك اني انا اللي اوديها، مو انت تودونها. تسكن عندي ما تسكن عندكم، انا اللي ارعاها مو انتم ترعونها. اللي يحب امه يتسابق مع اخوانه، مو والله يقول لا مو انا كل يوم انا خلي غيري يسوي لك. هذا مسكين، هذا ما يعرف قدر الام. ترى ما راح تعرف قدرها ولا قدر ابوك الا اذا فقدتهم بعد عمر طويل. جزاك الله عني خير الجزاء. اللهم احفظ أمي بحفظك، أطل عمرها واحسن عملها واختم بالصالحات أعمالها. يما كما بيك وراحتي بوسة يديك، قلبي الصادق يبيك وانتي أغلى من العيون.